السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة أنا هتكلم عن فيديو، يعني فيديو صعب شوية. يعني مش هتكلم مثلا عن ماتش النهاردة، أو مثلا عن صناعة، أو محتوى، أو أي موضوع أكل، مش عارف صحة. لأ، أنا هتكلم يا جماعة والله عن موضوع، بس هتكلم من منظورة تانية، ومش عايز حد يفهمني غلط فيه إن شاء الله من اللي هيتابع الفيديو ده. انا هتكلم عن العيشه اللي احنا عايشينها دي، العيشه الصعبه واليومين دول. يعني انا ما رضيتش اطلع مثلا ممكن كنت عملت فيديو صور او فيديو مشاهدات، حبيت اطلع بورقه وقلم، ورقه وقلم زي ما انتم شايفين كده، واكتب لكم الاحصائيات كده والحاجات، ونشوف احنا رايحين عن فين عن العيشه اللي احنا عايشينها دي. برجو بس منكم الفيديو ده اللي انتوا تشيروا وتبعتوا لي لايكات، ويعني ايه لايكات على الفيديو عشان ينتشر اسرع من كده. وتعليقاتكم طبعا اتمنى اكون اشوف تعليقاتكم. عمري ما قلت لكم اعملوا شيروا او تعليقات او لايك، بس يعني الفيديو المرة دي يعني صعب، عاوز تعليقاتكم وتحاوروني نكمل في الموضوع ده. بصراحة أنا هتكلم عن العيشة. بتبدأ بس بورقة وقلم كده وأوريكم يعني احنا رايحين فين بالعيشة اللي احنا عايشينها دي. انا مش ب... يعني مش يعني مش هتكلم عن الحكومة واقول الحكومة بتعمل وبتسوي او نعمل ثورة، لا. انا ضد الكلام ده نهائي، ولا حكومة هتفيدنا بحاجة. الحكومة في حتة تانية، الحكومة في دماغها، الحكومة ليها مصالحها بعيدة عن الشعب، فنركنها على جنب. آه، ثورة لأ، مش عايزين تخريب دنيا. احنا هنحل مشاكلنا على قد ما نقدر بنفسنا، نحاول نفسنا، نشوف احنا وحشين قوي، نشوف احنا عاوزين ايه، احنا رايحين فين. يعني بس ايه، يعني تركزوا في الفيديو ده يعني شويتين كده، وهنطلع بإجابة وحاجات. إيه، ان شاء الله الحاجات دي هتفيدنا. يعني أنا مثلا لو وريتك كده يوم مواطن، لو جيت هنا كتبت يوم مواطن ماشي بسيط، يعني ايه يوم مواطن بسيط؟ ماشي، يعني لو جبنا همشي لك كده، أو ماشي الناس اللي يهمها الفيديو. يوم مواطن بسيط بأقل حاجة مواطن بسيط يعيش، يصحى من النوم لغاية ما ينام هيصرف إيه وهيعمل إيه. أقل حاجة، أقل حاجة تخطر. يعني لو جينا مثلا كده وكلمنا أول ما نقول يا صبح على الفطار، لو مثلا أسرة مكونة من 4 أفراد، ده أقل حاجة طبعا. لو جينا قلنا الناس دي هتجيب بكام، هتجيب ب5 جنيه طعمية. إيه يا عم 5 جنيه طعمية؟ ما دلوقتي بقى في حتت فيها الطعمية بقت 2 بجنيه، وفي واحدة بجنيه، أو 2 صغيرين جدا ماشي بجنيه، بجنيه. يعني هنجيب لهم الفطار ده، هنجيب لهم مثلا ب4 جنيه فوق، وما عادش في حاجة اسمها ب3 ولا ب4. بس أنا معاك لأقل حاجة. يا جماعة احنا عايشين ازاي؟ وبجنيه عيش طبعا من العيش بتاعنا اللي الحمد لله على كل شيء فيه ماشي. يعني أنا بس ببسطها للدنيا والناس، وبسطها لكم برضه يا جماعة. شوف احنا ماشيين ازاي، والناس دي ماشية ازاي، والدنيا ايه. فول وطعمية هنجيب ايه؟ يعني شوية بتنجان، او شوية بتنجان مثلا، او شوية سلطة مثلا، نفترض ب4 جنيه. لا يعني انا بتكلم دلوقتي كده مثلا، يعني في ادي 5، ادي 10، ادي 14 جنيه. 14 جنيه فطار، ده اقل حاجة، اقل حاجة. انا ما قلتش في رومي، ولا ولا لبن، ولا قلت في مربى، ولا جبنة، ولا لانشون، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا قلت بيض. انا ما قلتش اي حاجة من دول. انا ما قلتش اي حاجة، انا قلت فطار. يعني اللي بيزقك، يعني ايه اللي هيزقك كده بس وتمشي ماشي. طبعا العالم دي فطر كده، اللي عنده مدرسة هيروح ماشي. لو الاتنين بيروحوا مدرسة، مش هقول لك بقى، مش هقول يعني، انا مش هتكلم، هقول لك هياخدوا سندوتشات وهيجيبوا جبنة ولانشون، او هيجيبوا عيش. يا عم كل واحد هياخد مصروفه 5 جنيه، و5 جنيه ده ما بتجيبش حاجة، والسلام عليكم. ادي كده العيال مع 10 جنيه ماشي. الراجل هيروح شغله ودنيته وحاله، ومراته هتنزل كده، هيصرف له 10 جنيه ايه؟ مع 10 جنيه مواصلات. يعني شوف انا ببسطها لك ازاي ماشي. وهنجمع كل دول في الاخر ماشي. يعني هنقول الراجل بمواصلاته ملوش في السجاير،
ولا اي شيء، عشان مش هنقول هيصرف وهيعمل وهيسوي. طيب ده هنا بالنسبة ايه لكده. طب الست هتنزل السوق هتنزل السوق عشان تجيب ايه؟ هتجيب الغدا. ادي الغدا. تعالى يا عم هنجيب الغدا ايه؟ يعني انا والله العظيم انا ما عاوز اقول لك هنجيب ايه. هنتغدى فول وطعمية تاني تمشي. طب هنجيب إيه مثلا؟ ايه؟ رز رز وشوية عدس كده، رز على عدس ومعاهم بطاطساية وشوية سلطة يمشي. هنجيب بصارة يمشي. هنجيب عدس في الساعة دي يمشي. أنا بتكلم كل ده في حاجات، يعني أنا ما قلتش ولا لحمة لأ، ولا فراخ ولا سمك ولا كوارع وإيه علينا، ولا أي حاجة. أنا بتكلم أكلة يعني أقل من الأقل حتى في الفيتامين. هنقضيها كده هنقضيها. طب عشان تجيب غدا بس هنجيب الصبح في الفول غدا ب14، فطار ب14 جنيه. يعني أقل حاجة هتجيب ب30 جنيه. يعني لو هتجيبهم وحرق الدم وزيت وقرف وهنقول ماشي. شوية رز وشوية شعرية، كيلو رز بكام؟ ب18 جنيه. وهتجيب عليهم شوية عدس ادي سكة 10 جنيه. وكيلو بطاطس ماشي كمان. وشوية سلطة ادي 5 جنيه. ونص كيلو زيت طبعا 25 جنيه. احسب كده. دي بس لوحدها دي 18 وعشرة 28 وعشرة دي 38. ودي هنا 10 48 و20 ادي 68 جنيه في أكلة لا تخلو من أي شيء. ما فيهاش حتة لحمة، ما فيهاش سمكة، ما فيهاش فرخة، ما فيهاش يا عم، ما فيهاش بيض. لو جبنا شوية البصارة بالخضروات ببطاطساية جنبها ولا بشوية سلطة هتخش لها في 60 70 جنيه. ده أنا بتكلم في الأقل من القليل. أنا بتكلم في وطن بسيط زي وزيك وزي ده وزي ده. ما اتكلمش في فراخ ولا لحمة ولا الكلام من ده. شوية عدس مثلا، شوف كيلو العدس بيعمل كام. هنجيب نص كيلو عدس مع شوية مش عارف شوية سلطة وشوية حاجات دخلتلك برضه 60 70 جنيه. يبقى أنت كده بتتكلم في الغدا في ريتم 70 جنيه وأنت طالع. نيجي مثلا احنا ما بنتكلمناش بقى في المسليات، ولا علينا في السائع، ولا علينا مثلا في اللب، ولا علينا في الحلويات، ولا علينا في أي حاجة، ولا هنجيب ولا هنعمل ولا هنسوي. احنا بنتكلم في حاجات عادية. ولو قلنا جبنا فاكهة، ولا حسبنا دروس أطفال أو دروس عيال، كليات ما حسبناش، دي ما حسبناش مصاريف شخصية ما حسبناش. يعني أنا ما حسبتش أي حاجة من أنا كل اللي أنا بحسبه اللي أنا ماشي عادي. هنيجي طبعا للعشاء. يا عم عشاء إيه؟ ماشي ماشي. نومك هو إيه؟ هو عشاك. نومك هو عشاك. لو جينا هنا كده احنا صرفنا كام؟ فطار 14 جنيه. مواصلات أدا 10 جنيه ده أنا، و10 جنيه للعيال أدا 34. زائد هنا 70 جنيه. أهو 70 جنيه ماشي. دي يوميات أسرة. دخلنا في 105 إجمالي يوم من 4 أسر، من 4 أفراد، من 4 أفراد عاديين. دي مصر يعني 150 في 30. احنا بنتكلم في حوالي 3100 في الشهر. 3150 كمان. 3150 يا جماعة. ده لو احنا قضيناها كل يوم بالمنظر ده. انت عشان تجيب يوم فيه لحمة أو يوم فيه فراخ او في يوم في سمك، الحاجات دي واحده بس من دون كده. لو هتجيب فرخه عشان تاكلها انت 4 افراد وكده للاطفال هتخش لك في بتاع 110 جنيه فرخه بس. هيحسب الكيلو ده لحمه بس، اسف. لو هجيب كيلو لحمه انا مش 160 جنيه ولا 180 جنيه. ملناش دعوه بيه. كيلو السمك بيعمل كام دلوقتي؟ بيعمل 40 و50. عشان تجيب تاكل انت وعيالك دخلت لك في 100 جنيه. ده احنا ما اتكلمناش هنا في رز، بصل، زيت، هنقلي، هنعمل جنبه شويه سلطه. الفراخ هنجيب معاها ايه؟ رز. اللحمه هنجيب معاها رز. طب هنرجع نجيب هنا معاها ايه تاني؟ هنرجع نجيب معاها مثلا طبيخ. طب الطبيخ هيكلف كام؟ احنا ما كلمناش. شويه بتنجان، شويه مخلل، شويه الدنيا. يا جماعه احنا مطحونين ماشي. ده احنا كده. انا هنا كده كل ده لسه ما اتكلمتش. ما اتكلمش في حاجات كتير. ما اتكلمش في هدوم. طفل عاوز حاجه حلوه، اي حاجه وانت قاعد تبل ريقك بيها. احنا بنتكلم في حاجات عاديه. يكفي ان انا ما اتكلمتش. الطفل وهو رايح المدرسه ما ياخدش اكل معاه، هياخد 5 جنيه بتاعته ويمشي. ليه؟ انا ما بتكلمش في التوابل في حاجات. انا بس كده دي يعني ده مجمل كده كلامي النهارده. بس كده في الكلام في النقطه دي. ان شاء الله لو الفيديو لقى رواج وفيه تقبل منكم وكلام من ده هعمل فيديو تاني
يعني ان شاء الله حل المشكله اللي احنا فيها دي. لسه ما كناش في مدارس، في كليات، في الجواز، في الذهب، الدنيا، الاسعار، اسعار كل حاجه، كل يوم لك سعر جديد، سعر شاي كل يوم، سعر رز طالع، ايه يا عم، خضروات مش عارف بالكيلو بايه، ليه كده احنا بقينا كده؟ انا مش جاي اقول لك عشان الحكومه بتنزل عربيات مثلا للاكل يا جماعه فنجري نجيب، لا، احنا لازم يكون في حل مننا. ان شاء الله هنحاول يعني مع بعض كده نركز. انا عارف ان الفيديو طول شويه، بس والله دي الحقيقه، وربنا يوفق ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.